يا بني استمع إلى هذه القصة. يقول رجل كبير سن الآن عمره 90 سنة، يقول كنا في طريق الحج في أوائل عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. قال ما كانت بعضهم إبل والبعض على سيارة والسيارات قليل، ذهبنا بالإبل على الذلول. يقول وكنت أخدم القافلة وكنت أسرع لأني شاب. تدري يا شيخ لماذا أركض أمام القافلة وامسك بخطام ذي وأعذب الماء، أستعذب الماء لهم؟ أبي يجمل أبوي، أبي يجمل أبوي، أبيهم كلهم يدعون له بعدي وأبيض الوجه اللي ولد فلان، غيره جالس على وروكها وهو قاعد يمشي دونهم يعدي يخدمهم، أبي أبوي يدعون له. لكن يوم وصلنا إلى دوحة، إلى فيت هناك، التفت إذا والدي ذلوله موجودة لكن أبوي مهب على ظهر الذلول. أين والدي؟ قالوا والله ما ندري. يا ناس أبوي سقط. قالوا لا نعلم. فعلمت أنه ذهب لقضاء الحاجة وساروا وتركوه، فذهبت أركض. يقول المفروض أركب لناقة حتى أركض، تقطع قلبي حتى أصل إليه، لكن ظننت أن قدمي أسرع من شوقي إلى أبي. فلما وصلت إليه إذا هو قاعد يصلي متيمم من الجبلة ويصلي. فأتيت قبلت يديه ورجليه، قلت أبوي والله ما دريت والله. يقول وبكيت. قال يا ولدي داري أدري والله. قال يا أبوي والله ما تمشي بقدميك على الأرض، والله لشيلك على ظهري. لا نبوك لا والله لا شيلك على ظهري، ما يكفرها إلا ذلك. قال فنزلت إليه كأفضل ذلول ثم حملته، فلما تأكدت أنه تمسك وارتاح بديت أمشي. قال فلما قطعت، هو الآن المنطقة يقول المسافة 5 كيلو، يقول أمشي فإذا دموع أبي تنزل من لحيته على وجنتي. فنظرت إلى أبي لماذا تبكي؟ أبوي ما هو بكثير أني أشيلك على راسي، يا أبوي والله ما هو بواجد عليك، أنا ظنته يستكثر ذلك. قال يا أبوي يا ولدي والله ما هو بكثير على الابن أن يحمل والده، والله ما هو بكثير، لكن يا ولدي أتذكر شفت الضلع هذا اللي لقيتني في طرفها صلي، والضلع اللي بتوديني له الجبلين، والله من 40 عام حملت أبي بينهما على كتفي. يقول إني أبكي لأن الدين رد علي في نفس تضاريس الأرض وفي نفس المكان. قال نعم يا بني، ما أجمل يا بني وهذه مهمة، أن تبرني إخلاصا لا حياء مني ولا حياء من الخلق. البر عبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ما أجمل أن تخلص النية، ما أجمل أن تخلص النية في ذلك. وقبل الختام نداءات عجلة. يا بني إذا مت فإن لي بنيات إذا ضاقت بهم الدنيا يعودون إلي في البيت ينظرون إلي، فإن من أبر الأبناء من يلوذ به أخواته بعد الله. نعم، فإن الأب يبكي أحيانا إذا التف حول سرير موته بنيات. الرجال يقومون بأنفسهم، قد تعود تلك مطلقة وتلك أرملة، وقد تكون تلك فقيرة. يا بني افتح قلبك لأخواتك، فقد حرج الحبيب المصطفى حق الضعيفين المرأة واليتيم. ما أجمل أن تكون دوحة لهم. يا بني بعد رحيلي اعلم أن البر لا ينقطع، إن البر لا ينقطع، بل إن البررة من الأبناء الأتقياء الأنقياء يبدأ مشروع بر جديد صادق خفي، صدقة جارية، علم يوزع وينشر بسببهم، ولد صالح يدعو لهم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.